عندكم في القناه. كما شفتوا اليوم جايبه لكم واحد الكنز اللي عندنا كلنا في ديورنا وكنرميوه، يعني ما كنعرفوش بالحق ديال هاد القيمه ديال هاد المرج او المرجان كما كل واحد كيفاش كيسميها، التخت اللي كيبقى لنا هكا في البيدو ديال الزيت، ديال زيت الزيتون. يعني هذا راه كنز انا كنسميه، يعني صالح لجميع البروده، المفاصل، الظهر، الالم ديال الرجلين، الحريق، لكل شيء. هذا راه كنز هذا في الدار كنرميوه. يعني الطريقه ساهله، كناخذ واحد كاس ديال الزيتون، واحد جوج معالق صغار ديال السكنجبير، وكنسخنهم هكا فوق العافيه فوق البوطه حتى كيسخنوا مزيان. كنزيدوا واحد معلقه كبيره ديال هاد المرج او المرجان، هاد التخت اللي كيبقى هكا في القاع، وكنخلطوهم وكنديرهم هكا في شي طويصه. كنبقاو من الليل كنماصيو ديك البلاصه اللي كضرنا، يا رجلنا يا ظهرنا يا يدنا يا كلشي، كنماصيوها مزيان. كنداومو على هاد العمليه حتى كتمشي البروده. كما كتعرفوا السكينجبير راه حار هكايا، يعني نتوما كدهنوا كتحسوا بيدكم كتاكلكم هكايا، يعني كاع ديك البروده كتخرج. هذا عن تجربه ومجربه انا شخصيا، راه زوين. وهذا راه كنز انا كنسميه في الدار، ممنوع باقي نترميو هذا الشيء. راه زوين هذا المرجان، هذا التخت اللي كيبقى هكا في القاع. يعني راه هانتوما كما كتشوفوا، يعني هذا ما رميوش، هذا اللي كيبقى هكا هذا راه زوين. هذا البروده والمفاصل والظهر والحرق كامل. يعني انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي في هذا الوقت ديال الجو بارد، يعني وبنادم بزاف كيتشكى من البروده ومن الم الظهر ومن المفاصل ومن الروماتيزم من كلشي. هذه وصفه اللي زوينه وسهله. يعني اي واحد عنده زيت زيتون يصفي يحيد داك الزيت وياخذ هذا المرج اللي كيبقى لتحت، هذا المرجان اللي كيبقى فيه لتحت، ويخلطو كما قلت لكم الوصفه. يخلطوا مع كاس ديال زيت الزيتون ومع معلقه كبيره ديال السكنجبير، ويدير واحد المعلقه ديال هاد المرج هذا، ويديروا في واحد الطويصه، ويبقى ديما يمصي به البلاصه اللي كتحرقوا هكايا اللي فيها البروده. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، تدعمونا واشتركوا في القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.